زلزلت أركانهم، حطمت أحلامهم. زلزلت أركانهم، حطمت أحلامهم. ثار الشباب هذا جليبب، عبد قصير أسود أفتس دميم قبيح فقير رست الثياب، يشرب بكفيه من المياه الجارية أو يغترف من الآبار، يأكل كسرات خبز إن وجد، وإن لم يجد يوطوط صائما، ينام ففراشه الأرض ولحافه السماء، وليس له مخدة إلا نعليه في فناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يمر يوما والنبي عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه، ينظر إلى هذا الرجل جليبب بهذه الحالة، قال: هل تعرفون من هذا؟ وإذا بأغلب الصحابة لا يعرفون اسمه. إن حضر لم يعرف، وإن غدر لم يفتقد. ومن الذي يحفظ اسم رجل كهذا؟ قال: إنه جليبب. ثم نادى به: يا جليبب، ألا تتزوج؟ فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتفجع ولم يتأوه، لم يقل: يا رسول الله، ما عندي دنيا، ما عندي مال. إنما ما زاد على أن قال: يا رسول الله، من يزوج جليببا في الدنيا ولا مال ولا جاه؟ يعرف أن الناس ما زالوا يحكمون بهذه المقاييس، إنه ينتظر زواج الآخرة. قال: ومن يزوج جليببا في الدنيا ولا مال ولا جاه؟ تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمر: يا جليبب، ألا تتزوج؟ قال: يا رسول الله، ومن يزوج جليببا في الدنيا ولا مال ولا جاه؟ وفي اليوم الثالث قال: يا جليبب، ألا تتزوج؟ فالتفت مستغربا لنداء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قلت لك يا رسول الله، من الذي يزوج جليببا في الدنيا ولا مال ولا جاه؟ قال: يا جليبب، اذهب إلى بيت فلان الأنصاري واخطب ابنته، وقل: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لكم: زوجوني ابنتكم. عزم وصبر في الجهاد تكاتفوا، كانت الفتاة من أجمل فتيات دور الأنصار. وعد الإله فذهب جليبب فطرق الباب، قال: يسلم عليكم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: زوجوني ابنتكم. فقال الأب: يا جليبب، لا مال ولا جاه، كيف نزوجك؟ فصاحت الأم لزوجها: وسماتهم في الوجه نور مشرق، وهو في هذه الحال ولا مال ولا جاه، وابنتنا في موقعها فتفلق الفجر الجميل فأنعموا. الفتاة المؤمنة، فتاة العقيدة، فتاة التوحيد، فتاة القرآن والسنة، فتاة قيام الليل، ليست فتاة دشوش، فتاة التلفاز، فتاة قارئة الطريق. تسمع الفتاة المؤمنة تصلح بوالديها من وكتاب ربي للأنام تحاكموا، وكتاب ربي للأنام تحاكموا، فيه الفلاح وفيه نصر حاسم. قالوا: يا ابنتا، انظري شكله، انظري عندها، انظري إلى ثوبه، لا مال ولا جاه. قالت: والله لا أرد خاطبا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام. ويحضر لعرسه تلك الليلة، وبينما مراسم الزفاف على بساطتها تعقد، إذ بمنادي جهادي يصرخ في الخارج: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. وإذا بجليبب رضي الله عنه يترك عروسه في زينتها، في حلتها، في أدق وأعدب وأجمل لحظة وصال ما بين رجل وامرأة ليلة زفاف. وإذا به يزحف يده وكأن الأقرب لدغته، وينطلق كالسهم من الرمية، ويزدحم في صفوف الجيش نحو الغزوة،
ويقاتل مع الذين يقاتلون وتنجلي معركة. ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه من الشهداء، ويعدد الصحابة كل الناس إلا جليببا لا يذكره أحد. قال: ألا تفقدون حبيبا؟ قالوا: من؟ قال: أفقد حبيبي جليبب. ويبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجده وقد تلوث بالدم وأصيب بجراحة بليغة، صار وجهه من طين الأرض وترابها، فينفس عن وجهه ويدع وجهه على فخذه الشريف. قال: جليبب جليبب، قتلت 7 من الكفار ثم قتلت، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. ثم أشاح برأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين. قال: أتدرون لما أشحت بوجهي؟ قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: والله رأيت زوجاته من الحور العين يتسابقن إلى احتضانه، وأعرفه رجلا غيورا، ثم أشحت بوجهي حتى لا يغار. جليبب لا مال له ولا جاه، ونحن بكل مالنا وجاهنا بكل مالنا ما دفعنا شيئا. يا أيها الحبيب، ثمنك وقيمتك وحبك لربك، اتباعك لنبيك، تعلقك بدينك، خدمتك لرسالتك. لا تزدري نفسك، لا تنسب إلى همس الشيطان، كن جليبب. ما أحوج الإسلام إلى أمثال جليبب، إلى أولئك الذين يتحركون غمارا أغمارا، إن حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، ولكن إذا نادى المنادي يا خيل الله اركبي كانوا في الطليعة. فمنذ أعوام وعقود تنادي الرسالة بكل جراحها، تنادي العقيدة بكل آلامها، ينادي المقدس وينادي الأقصى، تنادي دماؤنا وأرادنا يا خيل الله. ولكن لا خيل لله، لا خيل لله تركب. إلهي خذنا إليك، فما عدنا نريد هذه الدار، فما عدنا نريد هذه الحياة. الحور على أبواب السماء تنادي، كن الخاطب، كن جليبب، لا تكن من الجبناء، لا تبالي بكل الأعداء ولا بكل الخونة ولا بكل قطاع الطريق. وما أحوجنا إلى أمثال جليبب. عرفتم الفرق بين الماضي والحاضر. إن في الماضي صنع أمثال جليبب: عمر، عبد الله بن جحش، أبو بكر، سعد بن أبي وقاص، بكل ما بذلهم، بكل تضحياتهم، بكل ما فعلوا. زلزلت أركانهم، حطمت أحلامهم، وترى البطولة في الرجال أحلامهم، وترى البطولة في الرجال أحلامهم.